في الفيديو ده هقولك على الحاجات اللي ممنوع تدخل بيها جوه الطيارة، وكمان الحاجات اللي ممنوع تعملها جوه الطيارة. الموضوع مهم جدا لأي حد مسافر، عشان في حاجات ممكن تتصادر منك في المطار، وفي تصرفات لو عملتها جوه الطيارة فممكن تسبب لك مشاكل أو غرامة. فخليك معايا للنهاية عشان تبقى عارف كل التعليمات وتسافر وانت مطمن. هنبتدي بالحاجات اللي ممنوع تدخل بيها الطيارة، بس عايزك تركز جدا معايا لأن في حاجات ممنوعة جوه كابينة الطيارة لكن مسموح بيها في الشنط اللي بتتشحن في الطيارة من تحت. رقم واحد: الأدوات الحادة والأسلحة. طبعا منطقي ان ما ينفعش يبقى معاك سلاح حتى لو كان مسدس صوت، كله ممنوع. لكن اللي ممكن كتير محدش يعرفه ان اي حاجه بتبقى حاده بتبقى ممنوعه على الطياره، زي مثلا السكاكين حتى لو حجمها صغير، والمقصات، وحتى الادوات العاديه زي المفكات ومكان الحلاقه والمبرد، لان الحاجات دي ممكن تعتبر اسلحه في الجو، واي تهديد امني في الجو يعتبر كارثه. لكن لو معاك ادوات حاده زي المقص او السكاكين فممكن تحطها في شنطتك اللي بتتشحن في بطن الطياره من تحت، فدي مسموح بيها عادي جدا. رقم اتنين: السوائل. لو معاك ميه او اي سائل او جل او بخاخ او مناكير او اي ماده فيها اسيتون، فلازم يكون في عبوه اقل من 100 مللي وتتجمع كلها في كيس شفاف، ويكون مجموع السوائل اللي معاك ما يزيدش عن نص لتر. طب هما ليه محددين 100 مللي بالظبط؟ الموضوع ليه علاقه بمحاولات من فتره طويله لاستعمال السوائل في صناعه المتفجرات، ومن هنا طلع قانون دولي بيمنع اي سوائل فوق ال 100 مللي. فلو معاك شامبو او كريم او برفان غالي يفضل انك تحطه في عبوات سفر صغيره. وكمان خلي بالك ان السوائل الممنوعه مش بس مشروبات، حتى معجون الاسنان والكريمات واي حاجه ملمسها كريمي، فالحاجات دي لو 100 مللي او اكتر فخليها في شنطه السفر الاساسيه اللي بتتشحن في الطياره من تحت، مش في كابينة الطيارة. رقم 3: أي مادة قابلة للاشتعال فهي ممنوعة. يعني لو معاك ولاعة أو ألعاب نارية أو كحول أو أي حاجة ممكن تكون قابلة للاشتعال فهي ممنوعة تماما، سواء في كابينة الطيارة أو حتى مع الشنط اللي بتتشحن في الطيارة من تحت. ومن ضمن الحاجات دي بطاريات الليثيوم والباور بانك. يعني لو معاك باور بانك 20,000 فخلي بالك عشان في شركات طيران كتير بتمنعه، في احتياطي خلي معاك باور بانك من 5000 ل 10000 بحد أقصى. وطبعا ما ينفعش بأي شكل تحط الباور بانك بتاعك في الشنطة اللي بتتشحن في الطيارة لأنه خطر جدا، فلازم يكون معاك في الكابينة من فوق. رقم 4: الأكل. هو الأكل مش ممنوع بشكل أساسي، ولكن ليه بعض الضوابط. يعني في مثلا دولة زي استراليا او نيوزيلندا عندهم قوانين بتمنع الاكل زي منتجات اللحوم والالبان والمنتجات النباتية، وفي دول بتمنع النباتات والبذور. طيب لو دولة بتسمح عادي فخد معاك الحاجات الضرورية بس، وتبقى معاك في شنطة السفر الأساسية. ما تاخدش مثلا معاك فسيخ، انت حرفيا ممكن يحصل لك مشكلة كبيرة جدا بسببه. فدايما قبل ما تسافر اي شركة طيران اعرف ايه القوانين بتاعتها في النقطة دي، وخد حاجتك بالمعقول. انت لما بتسافر دولة تانية فكل الحاجات اللي انت محتاجها هتلاقيها هناك. رقم 5: الادوات الرياضية. حاجات زي المضارب والاحبال الرياضية ممنوعة تماما انك تاخدها معاك في كابينة الطيارة من فوق، لكن تقدر تحطها في شنطتك اللي بتتشحن في الطيارة من تحت. وده ياخدنا للجزء التاني من الفيديو. زي ما في حاجات ممنوعة تدخل بيها الطيارة، في برضه حاجات ممنوعة تعملها جوه الطيارة. رقم واحد: التدخين. التدخين ممنوع بشكل نهائي بكل أنواعه، سواء سجاير أو حتى السجاير الإلكترونية أو أي حاجة تانية، لأن ده خطر جدا على سلامة الركاب في الجو، وده هيعرضك إنك تدفع غرامة مبلغ كبير جدا، وأحيانا في بعض الدول اللي هيبقى فيها عقوبة قانونية. فخلي بالك بلاش التدخين على الطيارة. رقم اتنين: باب الطوارئ. أي محاولة منك إنك تفتح باب الطوارئ ده يعتبر تهديد أمني، والعقوبة ممكن توصل للسجن. فخلي بالك بالذات لو معاك أولاد في سن صغير، تخلي بالك جدا إن محدش منهم يجي جنب باب الطوارئ. رقم 3: التعامل مع طاقم الضيافة. ممنوع تعلي صوتك أو تعترض بطريقة عدوانية، لأن طاقم الضيافة على الطيارة ليه سلطة قانونية، وأي اعتداء عليهم هيتحول لقضية. فخليك هادي على الطيارة. لو شايف إن حد من طاقم الضيافة مقصر في شغله ومقدملكش الخدمة اللي أنت محتاجها فتقدر تعترض بأسلوب هادي. ولو ما لقيتش نتيجة فممكن بعد ما توصل بالسلامة تبعت إيميل لشركة الطيران وتقدم شكوى. رقم 4: استخدام الأجهزة الإلكترونية وقت إقلاع وهبوط الطيارة. الموبايلات والتابلت والأجهزة الإلكترونية لازم تفعلها على وضع الطيران أو تقفلهم خالص، لأن وقت إقلاع وهبوط الطيارة ممكن تأثر على أجهزة الملاحة وتسبب مشكلة كبيرة في الجو. رقم 5: الناس اللي بتحب تقف في الطيارة. إنك تقف قدام باب الطيارة أو المطبخ أو عند الحمام لفترة طويلة بيعتبر تصرف مريب شوية، وهنا من حق طاقم الضيافة إنه يقولك اقعد في الكرسي بتاعك. مفيش مانع لو رحلة طويلة شوية إنك تقوم تفك رجلك شوية، بس يكون دقايق بسيطة مش إنك تفضل واقف على طول. رقم 6: التصوير. بعض شركات الطيران بتحط بعض القيود على التصوير عشان يكون في خصوصية للركاب، فحاول وانت بتصور ما يظهرش حد من الركاب بشكل مباشر في الصور عشان ما يسببلكش مشكلة مع طاقم الضيافة. رقم 7: أوراقك الشخصية. خلي دايما أوراقك الشخصية زي شهادة التخرج والبطاقة وشهادة الميلاد وعقد الجواز
اي حاجه تخصك مهمه تكون في الشنطه اللي معاك في كابينه الطياره من فوق، لكن ما تحطهاش مع شنطتك اللي بتتشحن في الطياره من تحت، لان وارد جدا ان شنطتك تضيع او يحصل فيها مشكله. في بقى ملحوظه مهمه جدا، ممكن الحاجات اللي انا قلتها لك دي هتعدي معاك في المطار عادي مفيش مشكله، وهنا الموضوع بيكون انت وحظك، لكن انا بشكل عام اتكلمت معاك عن الحاجات اللي فعلا ممنوعه والحاجات اللي تخلي بالك منها، بحيث تبقى عامل حسابك وما تحطش نفسك في موقف محرج. وفي النهايه الطياره مكان حساس جدا، اي تصرف صغير بيتاخد بجديه. التزم بالتعليمات واحترم طاقم الضيافه، الفكره مش تعقيد او رخامه منهم، الموضوع كله امان وسلامه ليك ولكل الركاب. فخليك دايما ملتزم بالقوانين واسمع تعليمات طاقم الطياره وتوصل بالسلامة إن شاء الله. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ولو عندك أي أسئلة اكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليك. ولو محتاج استشارة مدفوعة عن السفر والهجرة تقدر تحجز عن طريق اللينك اللي هسيبهولك في ديسكريبشن الفيديو. شكرا لكم، سلام عليكم.